السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. وبشكر طبعا كل حبايبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناة. وطبعا حابة اقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. وطبعا طبعا الفيديو بتاعنا النهاردة في كذا فيديو في الفيديو دوت. طبعا بنقوله لعائلة الحاج جابر كلها كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وعيد سعيد عليكم. طبعا هنا كانوا هما نازلين بقى لصلاة العيد بأحلى عباية الحاجة أم محمود لابساها، بصراحة جميلة عليكي قوي وشكلها شيك قوي قوي قوي. العباية اللي الحاجة لابساها والعباية برضو اللي نيرة لابساها. أخيرا نيرة يا جماعة فتحت ولما بقتش تلبس أسود. العباية برضو اللي لابساها دي شكلها شيك وجميلة. شكلها حلو عليها وفاتحة كده ومصغراها وما شاء الله، لا شكلها حلو وشيك قوي 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 فيها. واحلى من الالوانات الغامقة اللي كانت نيرة على طول بتلبسها. طبعا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. بس اللي استغربته بقى هنا يوسف وزياد وهما بيصوروا ولسه في قلب البيت، طب لابسين النضارات ليه؟ اولا صلاة العيد الصبح يعني ما بتبقاش الشمس جامدة اللي احنا نلبس نظارة. او لو حتى عايزين تلبسوا مثلا نظارة تلبسوها وانتوا نازلين في الشارع، لا انا لقيتهم في البيت لابسين النظارات زياد ويوسف وما نزلوا الشارع قلعوها. مش فاهمة ازاي ديت. بس حلو ان يلوك برضو اللي هم كانوا عاملينه مش وحش. هنا كانوا قاعدين طبعا في المسجد وبيصلوا صلاة العيد. طبعا لما رجعوا بقى مش هيسيبوا حقهم في العيدية، من أصغر حد لغاية أكبر حد. بصراحة ربنا يبارك في الحاج جابر والحاجة سعدية. أخدوا عيدية من الحاج جابر وأخدوا عيدية من الحاجة سعدية. وكمان اما جالهم حسن ونهال برضو حسن عطاهم العيدية. لا بس حسن برضو بيعجبني في ايه، طبعا هو كان زعلان هو ونهال علشان خاطر راحت عليهم صلاة العيد، ما لحقوش يصلوا، راحت عليهم نومة يعني، بمعنى الأصح معلش تتعود المرة الجاية. طبعا حسن كان واقف لابوه ان هو ياخد العيدية منه. وبعد كده عجبني ان هو راح جاي عطى الحاجة عيدية. هي كمان يعني زي ما يكون عادة هو متعود عليها، اللي هو من وهو صغير بياخد العيدية من امه وابوه، فكان متعود على كده. بس طبعا هو كنوع من يعني من الدعابة ومن الهزار ومن الكلام ده كله زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. طبعا وزياد اخد العيدية من حسن وحسن عطى الرماس وعطى اليوسف. بس احلى حاجة في حسن ان هو وحد العيدية كلهم زي بعضيهم، يعني كلهم عطاهم 500 500 500 500 كده. مش مثلا من الكبير للصغير، لا هو قالك عشان خاطر محدش يزعل انا هديهم كلهم شبه بعض. ودي احسن حاجة عايزة اقول لكم، هي فرحة العيد بالنسبة للاطفال، اللي هي العيدية اللي بياخدوها بقى كل واحد يحب ياخد بقى يشتري حاجة. يشتري حاجة بقى، لو صغير هيشتري لعبة يشتري حاجات حلوة، لو كبير هيشتري بقى يتفسح يشوف بقى يخش السينما يخش الملاهي، يتفسح هو واصحابه يشتروا حاجة نفسهم فيها. يعني كل واحد بقى ايه وعلى حسب ايه طلباته اللي هو عايزها. طبعا هم اكلوا الاكله الحادقه بقى اللي كل الناس بتاكلها الشهيره دي في اول يوم العيد. يعني كانت اجواء الفيديوهات ديت كده، كانت اجواء العيد واول يوم العيد كده وروتين العيد في البيوت المصريه زي اي حد. زي عندي وعندكم وعندهم. ان هي نعيدوا على الاهل والحبايب والقرايب وندوا العيديات بقى كده لاولادنا ولاحفادنا والكلام ده كله. طبعا ربنا يخليهم ليهم وما يقطع لهمش عادة، ويخلي لهم الحاج جابر والحاج سعدية كده هوت يا رب. عايزة اقول لكم هم اللي بيعملوا بهجة الصراحة في الفيديو بكلامهم الجميل كده هوت وروحهم الطيبة. والعيال طبعا بتدلع عليهم بقى كده وبيهزروا معاهم وبيضحكوا معاهم. وطبعا هم متعشمين فيهم ان هم يدوهم ايه، يعني اللي ياخد عيدية اكتر من التاني، لا اديني 100 لا اديني 50. بتبقى روح دعابة كده هوت جميلة بصراحة. وبعد كده طبعا برضو نهال اخدت العيدية من الحاج جابر و وراحت بقى طبعا عند باباها عشان تاخد برضو العيدية. يعني ما شاء الله هي وحسن من هنا عادية ومن هنا عادية.
برضه الحاج سيد عطا نهال عيدية، ومامتها برضه عطتها عادية. يعني ما شاء الله عليها، نهال مش ناسية حقها او مش سايبة حقها، لا اخدة حقها تالت ومتلت، من هنا ومن هنا، من عند الحاج جابر ومن عند الحاج سيد. فبجد الفيديوهات ديت بتبقى جميلة قوي كده هوت، وبتبقى ذكرى حلوة. اللي مثلا ابويا عطاني عيدية، حتى مهما اكبر مش هبقى ناسية يعني، مش هنسى حتة العيدية، يعني مهما اكبر مش هكبر على اهلي. انتوا فاهمين؟ هو حسن ونهال حاسين بكده. لا انت ابويا وامي، فانا مش هكبر عليك، فانت فعلا تديني العيدية. انتوا فاهمين المعنى ايه؟ هي مش بقيمتها المادية، لا، بمعناها اللي انا لا لسه برضو صغير، واهلي بيدوني العيدية وانا ببقى فرحان بيها، بتبقى ليها فرحة تاني يعني. ما شاء الله حسن ونهال مش محتاجين، وكبار ومعاهم فلوس وما شاء الله ربنا يكرمهم، بس بتبقى فرحة حلوة اللي انا اخد العيدية كده هوت من ابويا وامي. ديت بتبقى حاجة جميلة بصراحة كده، وفرحة حلوة. ربنا يخليهم كده في حياة بعضيهم، ويفضلوا كده يفرحوا أولادهم وأحفادهم. بجد الناس الكبيرة ديت كده ما تتعوضش بصراحة، إذا كان الحاج جابر ولا الحاجة سعدية. بجد دولت ونعمة يعني الجد والجدة. برضو أبو نهال وأم نهال بصراحة طيبين قوي، ومش بخلانين على نهال، ما شاء الله ما شاء الله في أي حاجة. بجد كله بيدعي لنهال ربنا يكرمها كده بالذرية ان شاء الله يا رب. حتى هي نهال اللي في قلبها على لسانها، يعني بصوا بتتكلم وبتقول ايه، ادعوا لي كده ان شاء الله العيد الكبير اللي جاي اكون بنزل اشتري حاجات البيبي. احنا بنضم صوتنا لصوتك والله يا نهال، وبنقول لك ان شاء الله عن قريب ربنا يكرمك كده بالذرية الصالحة ان شاء الله وبالخلف الصالح، وتسمعي احلى خبر. يعني بصوا يعني نهال طيبة يا جماعة. بصوا مش مثلا هي بتتمنى حاجة فخلاص بقى لا انا هسكت مش هتكلم، لا هي بتشارك المتابعين بتوعها وبتقول لهم ادعوا لي و... وربنا يكرمني، وبتقول لامها وابوها، وابوها وامها برضو، يعني امها برضو اكتر واحدة بتدعي لها ونفسها ان هي تشوف عيالها. زي الحاجة سعدية برضو ما بتقعد تدعي لهم وبتدعي الحسن، نفسها برضو ان هي تشوف احفادها، وان هي تشيل لحسن كده هو عيل وتديله العيدية. عايزة اقول لكم يعني ابن نهال وحسن دوت هيبقى ليه معزة تانية خالص عند الحاج والحاجة. اذا كانت الحاج جابر او الحاجة سعدية او الحاج سيد وام نهال، لاني هيبقى جاي بقى عارفين بعد شقة اما تحس ان انتوا كده قاعدين مستنيين حاجة وعن نفسكم ان هي تتحقق وان هي تيجي. هي كده بالظبط يعني العيل او الخلفة ان شاء الله اللي هتيجي بتاعت حسن ونهال دي، ان شاء الله ربنا يكرمها يا رب كده بالذرية الصالحة، ويعوض عليها كده هوت يا رب يا رب. وهي مش لا يعني انا اللي عاجبني في نهال اللي هي فعلا طيبة. مش مثلا هي نفسها في حاجه لا فتخبي، ما حسسش اللي قدام مني او احسس المتابع اللي انا نفسي في حاجه لا فخبيها عنهم، لا لا اللي في قلبها بتتمنى كده فبتقوله، ما بتخبيش حاجه بصراحه. فبجد يعني نهال يعني ربنا يكتب لك اللي فيه الخير ان شاء الله. وبجد يا جماعه ادعوا لها ربنا يعوض عليها كده بالخلف الصالح، والله احنا بندعوا لك فعلا يا نهال ربنا يفرح قلبك ان شاء الله انتي وحسن، ويجبركوا كده هوت، وان شاء الله في اقرب وقت يا رب تطلعي كده وتقولي اللي انتي حامل ان شاء الله ان شاء الله. طبعا هنا كانت بتتكلم مع باباها بقى ومختلفة، وعايزة بقى العيدية تاني، ان هو اعطيها 2000 عايزة كمان 500. ايه اللي بلاش الطمع يعني هي لا بلاش الطمع، انت كده حلوة قوي قوي عليكي 2000 من هنا و2000 من عند الحاج جابر. طيب عايزة ايه تاني؟ يعني ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا يخلي لك الحاج سيد. عايزه اقول لكم بجد هو انسان طيب قوي وحنين قوي ونعم الاب والله، حتى عياله تحس اللي هم متدلعين بجد على حسه، وهو اصلا تحس اللي هو مدلعهم مش حارمهم من حاجه، حنين عليهم، كل اللي هم عايزينه بيجيبه لهم. بجد في ناس كده تحس ان هي حنينه، اب كده حنين قعدته حلوه، مش اب كشري كده ويشخط وينطر في العيال، لا تحس ان العيال حابه ان هو يبقى قاعد معاهم في البيت. ده في ابهات بتكره عيالها في القعده، والله بيقولوا لا يا ريت يروح الشغل من كتر هو بيزعق لهم بيشخط فيهم، بيبقى اب كده متشدد وبيبقى جامد.
فبجد الحاج سيد ربنا يبارك له يا رب ويديله الصحة والعافية، ويخليه كده هو ليهم ويدلع عياله ويجيب لهم كل اللي هم نفسهم فيه. وحسن عايزه اقول لكم برضو طيب قوي وحنين على عيالهم، وزياد اخدهم ونزل فسحهم بالليل، كان زياد نايم وريماس نايمه، ما كانش فيه غير نيره ويوسف. راحوا اتمشوا بقى كده واكلوا رز بلبن وايس كريم كده. كانت اجواء العيد كده كانت حلوه. انا عجبني قوي عمر اخو نهال، عايزه اقول لكم انا ما بفهمش منه ولا كلمه. والله يعني لو فهمت منه كلمه يبقى الحمد لله، بيتكلم بسرعه قوي ومش مفهوم كلامه. ما شاء الله ربنا يبارك فيه. نخش برضو عند صلوات العيد بقى كده برضو والعيدية. هو الفيديو النهاردة بعنوان العيدية، العيدية عند العيلة كلها. طبعا مامة آلاء لسه قاعدة عندها في الإمارات، ما سافرتش ما رجعتش مصر يعني، قاعدة هي ونجار وراحوا صلوا العيد. طبعا هما كان عندهم العيد قبلينا بيوم. والبوكس اللي في ايديهم دوت اختاروا 2 متابعين من التعليقات يكونوا عندهم الانستجرام بتاعهم مكتوب بشكل صحيح، وبيحطوه ويكتبوا اسمه في ورقة ويحطوه في البوكس دوت. وان شاء الله اما محمد يكمل المليون متابع على القناة بتاعته هيختار حد ان هو يطلع عمرة، وهم كمان هيطلعوا معاه العمرة وهيتصوروا معاه علشان خاطر يعني المصداقية، ويشوفوهم ويشوفكم ويتصوروا معاهم. فربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب والله. كل اللي نفسه في حاجة تتحقق ان شاء الله. ودي احلى حاجة هم عملوها، اللي هم فعلا لما يوصلوا للمليون يطلعوا حد عمر، دي ربنا يكتبها لهم كده اهو، ويجعلها لهم في ميزان حسناتهم يا رب. وطبعا يقومك يقولوا بالسلامة ان شاء الله، وتولدي على خير وتجيبي كده طفل ان شاء الله سليم معافى. واحلى حاجه طبعا العيديات بقى. وكانت الاء بتقول على حسب اللايكات اللي هتيجي على الانستجرام على الصوره اللي يعني اللي هي كانت منزلاها هتاخد العيديه بتاعتها. وبرضو مامة آلاء ما شاء الله اللهم بارك، يعني محمد عطا تالين العيدية بالفلوس يعني بتاعت البلد بتاعتهم، بالدرهم تقريبا الاماراتي كده. هي بقى مامة آلاء عطتها بالمصري، قالت لها المصري بقى يكسب ما شاء الله، برضو عطتها مبلغ كبير كده كذا، كنت شايفة كذا ميتينات كده هوت. مامة آلاء دي ست طيبة قوي والله وزي العسل ما شاء الله. وعايزة اقول لكم آلاء فرحانة قوي 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 بمامتها، ان هي قاعدة معاها بتقول ده احلى عيد علشان ماما موجودة معانا. يعني احنا ما كناش متوقعين ان هي مامة آلاء ان هي ممكن تقعد معاها لغاية العيد. احنا قلنا يعني قبل هتقضي معاها كده هوت رمضان، وقبل العيد مثلا بكام يوم هتنزل مصر، بس لا الصراحة قعدت معاها هي ونجار. وعايزة اقول لكم عطشة روح حلوة كده هوت في الفيديوهات مع محمد وآلاء، وهم اكيد طبعا حاسين بالفرق وحاسين بالتغيير، وعمال عليهم البيت. يعني بدل ما هما الاتنين لوحديهم لا برضو معاهم حد كده تاني في البيت، مال البيت عليهم مونسهم بيخرجوا يتفسحوا سوا كده. واحلى حاجه برضو اللي محمد جايب عاملها لالاء برضو عشان خاطر تساعدها في شغل البيت، طبعا عشان الاء بيقولوا تعبانه، وطبعا في اواخر الحمل بقى الواحده بتبقى تعبانه وبطنها بتتقل وبتبقى عايزه تنام على طول. يعني ده كويس اللي مامتها قاعده معاها برضو تشيل عنها شويه تالين، وتشيل عنها برضو الاكل والشرب، الناس صايمه لازم برضو تفطر فاهمين. وكويس برضو اللي هو جاب لها العامله ديت عشان حتى تاخدها على شغل البيت، يبقى حتى كفايه على الاء بس الاكل، يعني تعمل الاكل والشرب وخلاص. فاحنا مش عارفين بقى مامتها ونجار قاعدين مكملين معاها مثلا لغايه ما تولد، ولا ممكن يرجعوا بقى مصر يعني بعد ما العيد يخلص، يقضوا يعني معاهم كده العيد ويرجعوا تاني مصر. فمش عارفين، بس حاسين يعني مامة آلاء كده مبسوطة بتالين وبقعدتها طبعا مع بنتها. ومع آلاء طبعا مبسوطة وفرحانة ان مامتها معاها في العيد دوت وبتقضي معاها العيد طبعا، وخصوصا ان هي محتاجيها في الوقت اللي هي فيه دوت. ادعوا لها يا جماعه كده اهوت، ان شاء الله ربنا يكمل لها على خير وتولد كده بالسلامه ان شاء الله، وتجيب طفل سليم معافى كده اهوت، وتشيل اي خوف واي قلق، وان شاء الله المره دي تعدي على خير يا لولو يا قمر، وتفرحي كده اهوت بتميم ويبقى اخ جميل كده اهوت لتالين القمر العسل المسكره دي ما شاء الله عليها، بدات تكبر كده وبقت جميله حلوه واموره. عايزه اقول لكم هي كلها شبه محمد،
يعني هي دايما البنت سبحان الله البنت كلها بتطلع شبه محمد. الولد بقى ان شاء الله كده هيجي شبه آلاء. هو دايما الولد يطلع شبه مامته والبنت تطلع شبه باباها. وشعرها دوت كانت بتقول عايزه حاجه تطري شعرها، شوفي لها زيوت كده طبيعيه او حاجات كده طبيعيه للاطفال وطري شعرها كده وسرحوا لها. وهو عشان لسه صغير بكره يطول وتسرحي لها وتعملي لها تسريحات البنانيت الجميله كده الامامير. وربنا يخليهم لك يا رب كده ويفرح قلبك بيهم بتلين القمر وتميم العسل ان شاء الله اللي هيجي بالسلامة ينور حياتكم كده هوت ويبقى احلى اخ لتوته. طبعا دوت الفيديو بتاعنا النهارده كده كان ايه العيد وصلاة العيد والعيدية. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش طبعا اختكم بدعوة حلوة كده بصلاح الحال ليا وليكم يا رب. ما تنسوش طبعا اللايك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة. سلام.